السلام عليكم، الله يعينكم شباب، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ندخلوا ديريكت في صلب الموضوع وكالعاده خليل العياري. اقسم بالله العظيم تعرف شنو هو؟ مريتش اصح راسه صحيح كيما خليل العياري، برجوليه راسه طلع صحيح على الاخر. يا ولدي يهديك ربي يصلح رايك، موقف فسخت جوار كذا. يا ولدي عدي كره لاصحابك بجاه ربي. تفرجوا هات تفرجوا، هاي تفرجوا قولوا لي انا غلط ولا صحيح. هات تفرجوا هاغز كيفاش. خلينا نعاود لكم مرة أخرى، استنى هاتوا تعاود اللقطة. هاك فسخ ديجا جوار. توا في اللحظة زي توا تعدي كرة صاحبك. توا وين ماشي يا هاوكا صاحبك يهديك ربي. شنو خليل؟ نقعدوا كل مرة نعاودوا ونكعروا يهديك ربي. ما نعرفوك خويا تعوج وكذا كل شيء. راني مانيش انا باش نقول لك راهو ما عندكش بلاصة، بالعكس انت الوحيد اللي حتى واحد ما نجم يحكي معاك. بلاصتك فهمتي ما تحكيليش تيتولير من هنا ل 20 سنة لقدام. تيتولير بلاصتك فك الجهة اليمين هذيك. مانيش باش نعارض كل شيء لا. اما خويا يهديك ربي ودي اسمع كلام الناس كل شيء. يا اخي الناس كل غلطة وانت هو الصحيح. ماك فسخت جوار فسخته صحيح كل شيء. يعدي كرة صاحبك. كنت هو كفرون وكل شيء. وين وصلت راه الحكايه؟ ابارامور جو ولا الله اعلم ولا ما نعرفش. في الاخر تفكت يهديك ربي. انا نعاود لكم مره اخرى. جاتوا الكره باهي حاجتنا بالجوار هذا يتفسخ صاي. تفسخ تو عدى الكره لصاحب. لقطه اخرى. شد لي روحك. اي برجوليه خليل العيار يختم عليها الحكايه ذي. عندك الحق يا خويا، تعرفش كيف عندك الحق تفسخ جوار برك. الكره ثاني لازمك ما نعرفش اسيست في الكاج ما نعرفش تصرف خويا. مش تعوج لي مره اخرى لا يزي فيها البرك كاهو. باهي سيدي خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. تعرفوا المنتخب التونسي التشكيله هذيا فاز على ايران وكوستاريكا وتعادل مع تركيا والبرتغال، وسال العرق البارد لاسبانيا وانجلترا، وصل للمرتبه 14 عالميا. شفتوها التشكيله هذه؟ هي معاهم كياسين مرياح، كسليتي مع معلول، معز بن حسن كان تشخر ذات البوف. عرفتوها التعليق هذيك بتاع اسمه رؤوف خليفه حاسين. التشكيله ذي وصلت تعرف شنو 14 عالميا. وقتها كان المدرب كان صدقني ربي نبيل معلول. كان صدقني ربي مانيش متاكد بالتام بارامول المدرب نبيل معلول. التشكيله ذي وصلت 14 عالميا. خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. ايوا مروان تاج، انا تو باش نحكم عليكم لازمكم تضحكوا. باهي تفرج شوي تفرج. اول مره هكا نتمنى الكلوب تهز الشامبيونات، اقسم بالله ان شاء الله الكلوب نتمنى الكلوب تهز البطوله. تكهناتي صعيبه صح، تكهناتي صعيبه صاحبي. انا السيد هذا برجوليه عنده تصريحات نتاعو راه كيفاش مستفزه. اسمع تفرج ديما تكهناتي تمشي بالعكس. خلينا نشوف البلوره باللي برك جاه ربي يضحك اضحكوا له. اللي ما يضحكش راني نبلوكي. يضحك بالسيف عليك. هي هكاك خرج الضحكه الصفر هذيك بالسيف عليك لازم تضحك. يا ولدي براي ما تضحكش علول شبيك. لا 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 اضحك بالسيف عليك. عمال وين كنتم غدات اتفرجوا في الغدات. الترجي البلوره تعطيني الصحيح. معناها انت تحب الكلوب والبلوره نقول لك الترجي. والله انا ماذا بيا تعرف علاش ماذا بيا هاو باش يطلعوا لي تو جماعه الترجي باش يسبوا لي الركعه نتاعي. اسمعوني انا ماذا بيا راهي الافريقي تهز البطوله. تعرفوش علاش؟ باش تولي فما كونكورونس. ما نقعدوش مثلا كل عام الترجي تي مساطط برجولي الحكايه ما يسالش. عادش بيه الترجي ما زيدش البطوله المره هذه، المره الجايه تهز فيها البركه يزي. خلي الاخويا الافريقي ماذا بيا فهمتي تهز البطوله ويدخل فهمتي ترجع البطوله نتاعنا تطلع شويه. راهو ما يجيش راهو ايكيب واحده ديما هي تهز البطوله حكايه فارغه. ماذا بينا خويا فرق اخرين فهمتي يهزوا البطوله كاو. خلينا نشوف ان شاء الله ما ندمش على الكلام اللي قلته هذا. خلينا نشوف الخبر اللي بعده. اسمعوا شنو قال عمار جمل على فاليري. قلت لكمش يعني راهو كل ما يقرب الكوب دي موند كل ما تبدا فهمتي. اسمع تفرج شوي. في اعتقادك؟ قلت له نجم ينجم يعني فاش فاك شو البلاصه فيها زعلوني لا اعطينا فاليري يرحم والديك. مانيش مقتنع به يا ولدي. يان فاليري رقم واحد. قال يان فاليري ماهوش مقتنع به. عمر جمل ماهوش مقتنع بيان فاليري. هاي برا تو صبري اللموشي انت فهمتي خطيتك الكوره كل شيء. اسمع كلام عمك عمار جمل خاطر هو يفهم في الكوره. مغيبه تعيط فاليري عيط الكشريده. باهي ما تعيطش بيان فاليري. هات تفرج واي كالمركز يهديك في المنتخب. مانيش عمل حاجه. يا رقم واحد يعيش خويا العزيز. او الاخر يقول له رقم واحد والاخر يقول له تو هو عمل حاجه. هات تفرج. عمل هو سؤاله مشروع. عمل ايش عمل خويا. اعطيني شفت كيفاه ومازال راهو هذا حتى شيء. راهو مازال الضرب الصحيح. استناو الولاد استناو بركه. مازال الضرب الصحيح حتى تشوف وقت اللي كل ما يقرب الكوب دي موند كل ما الابواق نتاعهم تاع وقتاش توفى الابواق هذه تاع وقتاش تسكت. هاو نعطيكم اللخ
تسكت وقت اللي صبري لموشي يعلن على القائمه، يسكت الجلاغي نتاع الناس الكل، الجلغات نتاع الناس الكل يسكتها وقت اللي يعلن على القائمه الرسميه للمنتخب الوطني التونسي اللي بيشارك في كاس العالم 2026 امريكا 2026. خلينا نشوف الخبر اللي بعده. يا سيدي قال لكم الفرجاني ساسي انا ولد المنتخب ونستحق نكون موجود في المونديال. يعلو له شبيه يا اخي يحكي هكا هو فرجاني اي يحكي هكا هي هكا يحكي يعوش يفهموا هكا. الفرجاني ساسي انا ولد المنتخب ونستحق نكون موجود في المونديال. ها كان تشوفوا تو وجهي في الكاميرا لما تطرشقوا بالضحك. هذاك علاش ما نحبش الصبور بالكاميرا. خلينا نشوف الخبر اللي بعده. حاسين ما نحكي لهنا كميه السب ما عندكمش فكره يا الولاد في التعليقات سبوا له الركعه نتاع اللي جاب البوم تاع ابوه. يا سيدي اليسون سانتوس تو انا مش قلت يعلولو مش قلت ما عادش باش تحكي عليه اخويا وكل مره يطلع لي باش نعمل ترى اش قالوا مازال الامل لاليسون سانتوس مع المنتخب الوطني التونسي. والله انا واحد من الناس الوحيده السيد الوحيد هذا فهمتي اللي مثلا هو قاعد يتجبد علينا يتجبد واحنا مطوعينه حتى لي ما يلقى بها وين ويجي المنتخب الوطني التونسي. ونحكي على روحي انا بكر نحكي باسم انا كاو وقت اللي السيد هذا يرضى علينا ويقبل كل شيء ما يسالش حتى ما نجمش نطلع نقول اش بيك انت تتجبد علينا وكذا شنو عنده الحق باش يتجبد علينا. حط روحك في بلاصته يا سيد اللي تسمع فيه حط روحك في بلاصه اليسون سانتوس. بلادك البرازيل معناها تستنى فيها هكا باش يعيطوا له في الاخر ما عيطولوش كل شيء وهو رفض المنتخب التونسي خايف لا البرازيل تعيط له يستنى في فرصه من البرازيل. حط روحك في بلاصته انت بلاده البرازيل بلاده لحم ودم شنو يا اخي بوه خذا جنسيه تونسيه كهو ما عنده حتى علاقه بتونس فهمتني. اما السيد هذا فهمتي بلاده البرازيل وكل شيء يقول لك خويا ماذا بيا نلعب في المنتخب البرازيلي اش مجهزني لتونس انا اش جايبني لها انا تونس فهمتني. ومادام عنده فرصه باش ينجموا يجنسوه ينجم ياخذ باسبور تونسي والجنسيه تونسيه خويا خليها هكا الخيار الثاني واحنا ما علينا كان نستناو كهو باش تقول لي جبد علينا شنو. لا السيد خويا عنده ما يقول في ساقيه فهمتني نستناوه وقت اللي نهار اللي يقرب باش يجي على الراس والعين مرحبا خويا تفضل مرحبا فهمتني. والناس كل تسكت لا ما تبلاش فهمتي. كان جا جوار تونسي امه تونسيه وابوه تونسي عندنا الحق باش نتكلموا. السيد ما عنده حتى علاقه بتونس كان بوه ماخذ جنسيه تونسيه كهو. خلينا نشوف الخبر اللي بعده. يا سيدي اليوم كانت مباراة باريس والوشنية ولو هافز وانتهت بفوز لو هافز 4-1. خليل العيار يشارك في المباراة وغادر في الشوط الثاني. اللاعب ظهر عليه الارهاق بعد تربص كندا. مالا وين كنتم سيد فهمتي بو على اخوه ماتشوات وشرطه بعضهم في الاخر باين. خلينا نشوف الخبر اللي بعده. ايوا هو يان فاليري عودة جديدة للاعبنا يان فاليري تعادل يونغ بويس وشنو امام بازل 3-3. يان فاليري العائد من الاصابه بدا كاحتياطي وتم اقحامه في الدقيقه 77 وتحصل على تقييم 6.7 حسب موقع سوفا سكور. ضرب 6.7. السيد فهمتني حاضر بلاصتو تعيط لك خويا في المنتخب الوطني التونسي. الشيره هذيك راهو ما يحكم فيها حد كان انت خويا يان فاليري. وشكون الرومبلاسون نتاعك ينجم يكون مثلا نعرفش انا اكتبوا لي انتم في التعليقات شكون ينجم يكون الرومبلاسون نتاعو. هاني ساكت ماني مش نقول حتى جوار انتم ما فهمتيش شكون ينجم يكون رومبلاسون تاع يان فاليري مش في بلاصه يان فاليري يهديكم رب. خلينا نشوف الخبر اللي بعده. عيسى العيدوني الدولي التونسي عيسى العيدوني ضمن تشكيله الاسبوع في الدوري القطري. ضرب 8.1 تقييم 8.1 معناها اداء باهي وكل شيء فهمتي. ما نعرفش عدانا صبري اللموشي كيفاش يعتبروا فهمتي خاطر يلعب في الخليج هو لك روحه من اللي مشى الخليج بالرسمي هلك روحه فهمتني. احنا عشنا بيه فك الامور جرين تو الاندفاع البدني قوي السيد قوي بدنيا قوي فهمتني. والله اعلم عاد صبري اللموشي باش يعيط له لا الله اعلم. هاي سيدي علولو مروان تفيحة وشنية تفيفحة ولا شو اسمه علي العابدي اللي نعرفوه انتهى منذ لقاء اوغندا في الكان. والله نفس الراي. اي شغل الناس يقولوا لي شبيك يا اخي علي العابدي راهو قوي لا حتى شيء. اخر ماتش عداه طياره ماتش البرازيل وبريسك جوارات كل عداو ماتش طياره ماتش البرازيل كهو. من ماتش البرازيل خويا بارامون فهمت شنو اللي صار له مانيش عارف انا. تحسهم هكا فهمتني هكا يكبشوا هكا باش يعطيو مجهود هكا كل شيء. المنتخب التونسي لا ما نعطيش نعطي في جمعيتي والمنتخب التونسي لا ما نعطيش برسو ليا. صبري اللموشي لازم يرجع الروح القتاليه في المنتخب خاطر السيد هذايا بشهاده نيه فرجاني ساسي. كمل هكاك علولو تلقى روحك من بعد تبدي ملي كانت الناس تشكر فيك وتمجد فيك وكذا تشوف هاو بيناتنا الايامات.
يا ما تقدش روحك وما تفرضش روحك في المنتخب الوطني التونسي راهو باش يصير لك كيما صار فرجاني ساسي وحمد علي بن رمضان اشك بشك زاد. باه خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. تمكن منتخب تونس اقل من 17 سنه حسيلو تاهل منتخب تونس اقل من 17 سنه الكاس افريقيا الحمد لله عليهم فهمتي بالسيف حسيلو ما تاهلوا فهمتي ما فهمتش انا وين باش يوصلوا ما عندهم وين باش يوصلوا حسيلو مصر وتونس والجزائر موجودين. باه هنشوفوا الخبر اللي بعده. ايوا الياس العاشوري هاو رجع من الاصابه وقد شارك لمده 14 دقيقه ضد سلك بورغ ولا شو اسمه حاسيلو. العاشوري هاوكا فهمتي رجع لكم فهمتي السيد هذا اول ما دخل المنتخب عطاه التعويجات وفسخ هكا جوالات ولا شنو. ما كان نهار ماتش الجزائر عرفتوه ماتش الودي الجزائر اللي خرج 2-1 ربحناهم 2-1 ولا 1-1 والله نسيت السكور قداش. حسيلو سيد هذا فهمتي فسخ برشا جوالات. ما كان نهار هذاك هكا نهار وهذا نهار ما عاودناش رينا التفسيخات نتاعو جمله الله اعلم. باكشي اسمه سامي عبوجه كان حاطه في البلاصه الغلطه ما عرفش كيفاش يوظفوا الله اعلم. ممكن صبري لموشي يعرف كيفاش يوظفه ويخليه يلعب كيما يلعب في جمعيته بالضبط تعرفوش عليها راهو. استنى نعطيه فرصه تو مع صبري لموشي هاو بيرجع لكم ان شاء الله. فما زوز ماتشوات اميكال باش يلعبهم صبري لموشي يلعبهم المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله يهبط الياس العاشوري ويعرف كيفاش يوظف كاو. باه خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. يا سيدي بنسبه كبيره محور دفاع المنتخب الوطني في كاس العالم سيتكون من منتصر الطالبي وعمر رقيق. الزويز هذم هاتوا تشوفوا هاو بيناتنا الايامات غنعطيه جام من عندي انا ايوا هاو بيناتنا الايامات تفكروا قناه علول الكوره هاتوا تشوفوا دفاع المنتخب الوطني التونسي محور دفاع كيفاش باش يولي سورتو مع الطالبي ورقيق خاصه الطالبي. طالبي هذاك الروا نتاع الديفونس تاع تونس الروا ما تحكي لي عاد حكايه خايف من حاجه برك نهار اللي يكبر السيد طالبي كي يكبر في العمر ربي يبقي عليه ستر يكبر في العمر شكون باش يعوضه عندك هو الصغير الزويز هذم برشو ليه شكون باش يعوضهم الله اعلم ربي هو اللي يعلم. باه خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. يا سيدي الترجي عمل التعادل مع النجم خاطر بن حميده جا تعب. اسمع الترجي لا تلعب بن علي على اليسار معناها تصريح كيما هكا اسمعوني التصريح كيما هكا ينقص من قيمه الفريق الخصم ينقص من قيمه لونترونور ينقص من قيمه الملاعبيه تعرف كلمه كيما ذي كرتشها الناس الكل على بعضها. هاي سافا هكا تو هذا محلل وبعد يقول لك لا نعوم في الملاعب ما تتعاركوش الملاعب ما تكسروش الملاعب ما تتعاركش الجماهير ما ادري شنو وهم المحللين يجيبوا فيهم يركبوا في الفتنه. تشوفوا كميه التعليقات والسبان وكل شيء ما عندكمش فكره. اتفرج شوي مرهق هاكا ضحك عليهم مثل الله. باه يا سيدي بعد الاداء الممتاز الذي يقدمه تيرة الموسم الحالي هل يستحق معلول تواجد في كاس العالم؟ يزي بارك الله فيك خويا علي معلول الله يرحم والديك يا يزي فيه البركه خويا قداش من كاس العالم عديت وفما عمر يحكم يا ولادي راهو فما عمر يحكم يهديكم ربي راهو فما عمر بجاه ربي. الناس اللي عمرها تو قداش عمرها انا عمري تو 39 الناس اللي معايا عمركم 39 بجاه ربي كيما كنتوا قبل عمركم 20 سنه كيما توا بالله يكتبوا لي في التعليقات نحكي على الجماعه اللي عمرهم 37 38 39 40 تنجم تعمل هكا فيتيس تنجم تعمل سبرينت نعرفش انا فما حاجات تنجم تعملهم كيما قبل. انا قبل كنت نعمل رولات كنت نعمل ليكيليبر كنت نعمل برشا حاجات تو والله العظيم لا نجم نعملها ليكيليبر هذيك ما نجمش نعملها قبل كنت نعمل برشا حاجات يهديكم ربي فما عمر يحكم. علي معلول خويا خليك في سواقس وكذا تلاقي فهمتي بعد تكبر شويه ما نعرفش يعني شد رئيس جمعيه شد مسؤول في سواقس كذا ابعد خويا ابعد على المنتخب الوطني التونسي بارك الله فيك انسان خلوق وانسان متخلق وعمرنا مرينا منه حاجه عيب لا في البطوله التونسيه لا البرة حتى شيء لا يسب لا يضرب ما يعمل حتى شيء تبارك الله عليه متربي مش نورمال. اما خويا ما عندكش بلاصه في المنتخب يسي فيها البركه اهو. باه يا سيدي اعلى تقييم تحصل عليه حارس المنتخب مهيب الشامخ. بالنسبه لي انا عندكم مهيب الشامخ مانيش نقول على الحارس الاول لا هذيك صبر لموشي تو يختار باش مدخلتني يعني يا اخي مش ياخذ بكلامي ما تقول لي امسح به خليني ساكت تعال نطلع كلام زايد حسين. عندكم شكون ثلاثه جارديانات بشير بن سعيد واسمه صبري بن حسين ومهيب الشامخ ثلاثه هذوما ان شاء الله يكونوا في القائمه الاخيره نتاع كاس العالم 2026 بوان فينال كاهو. سب من هنا طلعوا لي تو عاد صفاقسيه من غادي وكذا شنو سب من هنا الغدوه الثلاثه هذوما لازمهم يكونوا هذا رايي انا كاهو رايي شخصي كاهو. باه خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده.